العوافي عليكم. عندي ليك مفاجأة صغيرة كده من أول الفيديو أو على السخان زي ما بيقولوا. أول عميل ليك مش شرط يكون شركة أو كلاينت أو أي حد أنت ما تعرفوش. أول عميل ليك هو المفروض يكون أنت بنفسك، وده حقيقي سواء كنت ناوي تشتغل في شركة، في ماركتينج ايجنسي او حتى كفريلانسر. النهارده هنتكلم عن ليه مهم تبدا بنفسك وتجرب كل اللي بتتعلمه على نفسك الاول، عشان دي الطريقه اللي هتخليك تكسب ثقه ومهاره وتعرف اسلوبك الخاص وايه اللي بيميزك في الشغل. ليه لازم تبدا بنفسك؟ لانك ممكن تكتشف حاجات عن نفسك ما تعرفهاش. ممكن مثلا تلاقي نفسك بتحب تشتغل على انستجرام اكتر او تيك توك، بس لما بتيجي تتعامل على بلاتفورم زي لينكد ان او اكس بتحس انك بتتعذب او البلاتفورمز دي مختلفة او في حاجة غريبة فيها، او تكتشف انك مش بتحب المحتوى الثابت زي الصور مثلا، لكن بتعشق الفيديوهات، بتحب تفكر تجمع افكار عشان تعمل سكريبتات وفي الاخر حد يسجلها او يصورها والفيديو اديتور يبدأ يشتغل عليها. الحلو في مجال الماركتينج انك تقدر تبدأ فورا من غير تكاليف تقريبا. يعني مثلا مش لازم تذاكر سنين طويلة جدا زي مجالات تانية سواء الطب او الهندسة عشان تبدأ تطبق وتخرج برودكت حقيقي يفيد الجمهور بتاعك. انت ممكن حرفيا تبدأ من النهاردة وكمان بالموبايل بتاعك. طيب ده ممكن يحصل ازاي؟ اول خطوة لازم تبني البيرسونال براندنج الخاص بيك. خلينا نتفق على حاجة، مش لازم اول ما تبدأ تطلع وتقول انا فلان الفلاني متخصص في الحاجة الفلانية وعندي خبرة مليون الف سنة في الحاجة اللي انا بعملها. مش لازم خالص، مش ضروري خالص، لانه انا شخصيا وغيري كتير جدا في مجال الماركتينج اول ما بدأوا كانوا بيشتغلوا فول تايمر في مكان وكانوا بيبنوا البيرسونال براندنج بتاعهم واحدة واحدة، فما كناش حابين نربط اسمنا بحاجة معينة وكنا لسه بنجرب، فوقتها كواليتي الشغل ما كانتش بتبقى ألطف حاجة، فكنا بنعمل صفحات فيك بأسماء تانية عشان نشير عليها الحاجات اللي احنا مهتمين بيها. فمثلا كنت ممكن تلاقي واحد عامل بيج باسم تمساح الماركتينج او التسويق الحر او بلا 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 بلا، ويبدأ يجرب الحاجة اللي هو بيتعلمها، يشوف تفاعل الناس عليها ويحسن من مهاراته وافكاره وكمان الاستراتيجي اللي هو بيمشي بيها واحدة واحدة. كلنا بدأنا نجرب على افكارنا، نجرب على حاجة احنا عملناها كحاجة فيك، ننزل عليها بوستس، ننزل عليها فيديوز، ننزل عليها كل الاشكال والانواع المختلفة من المحتوى. الهدف الاساسي من الخطوة دي انك تبدأ تتمرن وتجرب بايدك وتغلط، فكل ده هيخليك تتعلم بشكل براكتيكال وبشكل احسن. فالخطوات الكتيرة اللي موجودة في السوشيال ميديا ماركتينج او اي مجال هتثبت واحدة واحدة مع التكرار ومع التمرين ومع الغلطات، لان هي نفس الحاجات دي بتطبق لما تشتغل على بروجكت ومع عملاء حقيقيين. بس يمكن الفرق المختلف عن الاتنين ان لما تعمل حاجة خاصة بيك الخطأ انت ممكن يعني تحاول تصلحه تظبطه، محدش هيلومك. بس مع كلاينت او مع حد مهم انت بتخلص له شغل للاسف دايما ما بيبقاش فيه فرصة تانية، بيبقى متوقع منك الهاي كواليتي من اول مرة، فما بيبقاش سامح قوي بحتة التجربة والخطأ. عشان كده لازم تبص حواليك، هتلاقي ناس كتير عاملين براندات زي ما قلت باسماء غريبة مش مرتبطة خالص بالاسامي بتاعتهم. ممكن تلاقي واحد بيتكلم عن الماركتينج عامل حكايات سوشيال او زي حالاتي مشاركة، بيشارك مع الناس الموضوع بشكل بسيط، بيبدأ يشوف تفاعل الناس على المحتوى بتاعه، ازاي ممكن يطور الافكار بتاعته وازاي ممكن يشارك مع الناس في الاكسبيرينس والتجارب اللي هو عملها في البراندات والحاجات المختلفة. لان الناس فعلا مش فارق معاها ولا اسم ولا سلوجن ولا حتى انت بتعمل ايه، الناس فارق معاها المحتوى والقيمة الحقيقية اللي انت بتقدمها لهم. دايما لما بيبص على الحاجة بيقول انا هستفيد ايه لما ادي وقتي واتفرج على الحاجة دي. فلو هتبدأ اختار اي اسم بسيط حتى لو اسم مؤقت ابدأ بيه، بعد كده لو حبيت تغيره غيره ولا يهمك خالص. طيب دلوقتي ممكن يجي ببالنا سؤال، ازاي نقدر نختار الاسم او اليوزر بتاعنا على السوشيال ميديا؟ في مواقع كتير ممكن تساعدك انك تختار الاسم المناسب وتبدأ تتشيك هل الاسم ده اصلا موجود على السوشيال ميديا في اكاونتس تانية بنفس الاسم ولا لا. عندك مثلا موقع زي mailcheck.com او تسأل تشات جي بي تي هل الاسم ده موجود فعلا على السوشيال ميديا ولا لا. بس خليك عارف انه مش دايما المواقع دي بتبقى دقيقة بنسبة 100%،
100%. يعني ممكن الموقع يقولك الاسم ده مش متاح على الفيسبوك، وبعدين لما تروح تدور بنفسك تلاقي الاسم للأسف موجود على الفيسبوك او موجود على التشانل تانية بس هو ما قالكش عليها. فالافضل عشان تاخد نتيجة دقيقة في الموضوع ده، بالذات لو انت بتبدأ اسم او هتختار اسم لكلاينت انت هتشتغل معاه، انك تدخل بنفسك وتعمل الموضوع ده بشكل مانولي. تدخل على كل منصة بنفسك، سواء فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب او اكس، وتشوف هل الاسم ده متاح ولا لا. لما تكتب في السيرش بار اللي موجود فوق في كل منصة الاسم وتبدأ تشوف الاوبشنز اللي موجودة فيه. برضو ما تقلقش لو انت سميت اسم واحتاج تغير حاجة بسيطة فيه، زي مثلا لو هنقول انه مثلا سميت اليوزر نيم @مشاركة.marketing، وبعدين لما جيت تسميه على تيك توك لقيت اليوزر نيم ده متاخد، فرحت مستخدم @مشاركة_marketing على تيك توك مثلا. الموضوع ده عادي جدا، لان اليوزر نيم مهم بس للبراندات او البروجكت اللي بتبقى مع كلاينت، لكن لو حاجه ليك انت بتست فيها مش مهم خالص. ممكن تغير لو حاجات بسيطه، في الاخر الناس هتقدر توصل لك من الاسم بتاعك او اسم الاكونت. ممكن يكتبوا مشاركه ماركتنج ويوصلوا للحاجه بتاعتك او الكونتنت بتاعك، فمحدش هيقف قوي او يدقق في التعامل معاك عشان فكرة النقطة دي او شاف اندرسكور مثلا مكان دوت. تالت خطوة، خليك في مرحلة التجريب. يعني ما تضغطش على نفسك قوي انك تكبر الحسابات دي او تجيب متابعين كتير جدا من دلوقتي. المرحلة دي اسمها مرحلة التجريب، بتجرب كل حاجة. ابدأ اعمل حساب حتى لو وهمي، جرب تعمل محتوى، نزل صور، تعلم استخدم ادوات مهمة جدا بالذات دلوقتي زي تشات جي بي تي مثلا او كاب كات او كانفا، واللي بالمناسبة هننزل عليها كورسز متخصصة وازاي تستخدم كل واحد فيهم في الماركتينج، لانها الثلاثه دول تحديدا بقوا من التولز المطلوبه حاليا، ولازما اي حد بيتعلم سوشيال ميديا ماركتينج او بيشتغل في الكونتنت او في الماركتينج بشكل عام لازم ولا بد يعرف يتعامل عليهم بشكل كويس جدا. كمان شوف ايه اللي بيشتغل معاك وايه اللي ما بيشتغلش معاك، ايه اللي محتاج تقوي نفسك فيه اكتر. انا شخصيا اول ما بدأت في مجال السوشيال ميديا ماركتينج والكونتنت كرييشن كنت بعمل حسابات وهمية، ابدأ اجرب فيها الحاجة اللي انا بتعلمها من الكورسات، اشوف الكونسبت اللي انا ذاكرته او الحاجة الجديدة اللي اتعلمتها او البرنامج اللي ممكن يساعدني اطلع جودة شغلي بشكل احسن، وابدا اجرب على حاجات وهميه. بس طبعا لو نفسك فعلا تبدا تبني بيرسونال براندنج حقيقي وباسمك على السوشيال ميديا، على بلاتفورم مثلا زي لينكد ان، او لو بتحب المحتوى على تيك توك، دي حاجه كويسه جدا ودي حاجه عظيمه على اللونج تيرم، هتجيب لك كلاينت وشغل اكتر، وفي نفس الوقت بتكبر البيرسونال براندنج بتاعك وبتسيب بصمه في مجالك. كل الخطوات دي تمام جدا، بس الاهم دلوقتي انك ما تضغطش خالص على نفسك. الاهم انك تكتسب ثقه في نفسك وفي الحاجة اللي انت بتعملها وفي شغلك وفي الجودة اللي انت بتطلعها. بس الأهم دلوقتي انك تكسب ثقة في نفسك وفي شغلك. خلاصة الكلام، أول عميل ليك مش شرط خالص يكون حد غيرك. ابدأ بنفسك، جرب، اغلط، عدل، اتعلم، كرر البروسيس دي لحد ما تتأكد بنسبة 100% انك فاهم الموضوع، ولما تتحط في اي شغل هتقدر تطلعه بأحسن كواليتي. لان دايما اللي هيخليك تستند في وسط المنافسة الجبارة في مجال زي السوشيال ميديا ماركتينج، وخصوصا مع وجود الاي اي، الحاجة المميزة والكواليتي الحقيقية اللي انت بتطلعها والبصمة المميزة بتاعتك. لو شغلك متكرر هيبقى زيك زي غيرك، من السهل جدا ان يتم استبدالك بالاي اي. لكن لو انت مميز في الحاجة اللي انت بتعملها، صدقني مهما الاي اي يتطور مش هيقدر يستبدلك. مع الوقت هتلاقي نفسك مش بس بقيت شاطر جدا في الماركتينج او في الحاجة اللي انت بتعملها، لكن كمان هتتعرف على الاسلوب اللي بيميزك والطريقة اللي تحب تشتغل بيها واللي بتتميز بيها عن غيرك واللي بتتميز بيها عن اي حد تاني، وهتبقى زي بصمة الصباع كده بالنسبة لك. كل ما حد يشوف البيس اوف كونتنت او الكامبين او الديزاين او الفيديو اللي انت بتعمله هيقول دي بتاعت فلان او ده اسلوب فلان، ده لايق على الفايبس بتاعته والافكار المطرقعه اللي هو بيعملها. في الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تبني براند قوي على السوشيال ميديا تخلي الناس دايما تفتكره وتتكلم عنه. فتكوا بعافيه.